السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبداو قبل نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. كالعاده كما عودتكم معايا مع الوصفات السهله، الوصفات الاقتصاديه والوصفات الغير مكلفه. اليوم جبت لكم وصفه سهله واللي هي غراتان تاع الرز بطريقه سهله وبمقادير قليله وبسيطه، وفي نفس الوقت الطريقه جديده ومبتكره. عندي هنايا غراتان تاع الرز حنديرها لكم بالباذنجان، وتجي صدقوني عندها واحد البنه رائعه. كما تعرفوا الباذنجان باي طريقه درناه يخرج بنين ويبنن الطبق اللي نديرو فيه، سواء كان مقلي ولا كان مشوي. كما راكم تشوفوا انا لهنايا عندي زوج حبات تاع الباذنجان المتوسطين. كالعاده كما دائما نقول لكم، هنا الكميه تاع المقادير اللي نعطيها لكم دائما كل واحد يدير حساب عدد افراد العائله تاعو. مثلا انا هنايا يكفوني زوج حبات تاع باذنجان، درت زوج حبات، وانتوما اللي حبت تزيد واللي حبت تنقص. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما غسلت الحبات تاع الباذنجان تاوعي قشرتهم وراني حنقطعهم الى مكعبات متوسطه الحجم. ما ديروهم رقاق باش ما يتحرقوش في المقله، وما ديروهمش خشن باش يطول لكم في القليان. نديروهم متوسطين في الحجم خير. ومن بعد هنايا واش نديروا لهم؟ انا هنا نعطيكم استيس، نعطيكم طريقه مليحه باش الباذنجان تاعكم ما يشرب لكمش ولو قطره تاع زيت في المقله، يخرج ما يشرب حتى قطره زيت ويخرج بزاف بنين. الطريقه كما دوك حنوريها لكم، اللي هي تحطوا الباذنجان تاعكم في ليان ولا في بول ولا في ريسيبيون كما راني ندير. ترشوا له شويه تاع الملح، بصح ما ترشوش بزاف الملح لانه تمتم يولي مالح. ترشوا له شويه تاع الملح وتخلوه بجهه واحد بضع دقائق حتى تلقاو الباذنجان تاعكم اطلق الماء تاعو. بعد هذا كي يطلق الماء تاعو نذروا له نغمدوه كامل بالفارينه باش نقليوه. علاش نخلوه بعض الدقائق باش يطلق الماء تاعو؟ لانه كي يطلق الماء تاعو ومن بعد كي نديروا له الفارينه، هذيك الفارينه راح تشرب هذاك الماء وتولي كطبقه عازله على الزيت، يعني تتغلف مليح بهذيك التنديه تاع الباذنجان وحتتغلف مليح. وكي تحطيها في المقله تاعك في الزيت ما راهيش رايحه تتنحى لك وتخلي الباذنجان تاعك ما يشرب ولو قطره تاع زيت ويخرج بزاف بنين. جربوا هذه الطريقه وقولوا لي كما موافين نديروا. انا مثلا كنت ندير قباله كي نقطع الباذنجان تاعي قباله نغمدو بالفارينه او نديرو قباله نقليه في الزيت. واش يدير هذيك الفارينه قباله تتنحى كامل تهبط لي في الزيت تتحرق، والباذنجان تاعي يشرب كامل الزيت كي اللي ما درت له والو ويخرج هكذاك ثقيل بزاف بالزيت يخسر لي كامل الوصفه تاعي. جربوا هذه الطريقه ورجعوا لي في التعاليق. الطريقه هذه تخرج بزاف بنينه، قلت لكم ما تشرب ولو قطره تاع زيت. كما كنتوا تشوفوا هنا انا درت مقله في النار حندير صوص طوماط تاعي، صلصه الطماطم. هنا حطيت شويه زيت، حطيت نصف بصله صغيره تاع البصل، وانتم كميه البصل يرجع لكم انتم. قليت شويه هذاك البصل. بعد ما قليته حطيت التوابل تاعي، حطيت وريقه تاع الرند، شويه تاع زعتره، وحطيت التوابل تاعي. حطيت فلفل كحل واسمه عفوا كركم والكمون. هنا الكمون صدقوني يعطي واحد البنه رائعه. علاش؟ لانه مع الباذنجان كما تعرفوا الباذنجان يتمشى بزاف مع الكمون. على هذيك انا هنا درت الكمون. جربوه ورجعوا لي بالتعليق. قلت لكم ومن بعد كتوش درنا هذاك المغرف كبيره تاع الصلصه تاع طوماطيش تاع البواطان، نقلوها شويه باش تنحي هذيك الحموضه تاعها ما تبقاش حامضه، وفي نفس الوقت باش يتركز اللون تاعها وتولي حمراء فونسي. بعد ما قلينا شويه هذيك الصلصه تاع الطماطم واش نديرو هنا؟ سكرفشت حبه طوماطيش رابيتها مليح وفرغتها وزدتها في المقله تاعي. نحركو مليح ومن بعد نديرو شويه تاع الماء. هنا الماء ما تكثروش باش الصلصه تاعكم تخرج ثقيله، لان الرز راني راح نطيبو تقريبا 100%، يعني حنطيبو 90%. هنا كما شفتوا قبل درت شويه حميصه. الحميصه تكون طيبه، الحميصه تاعكم كما هنا راكم شفتوا هنا خليته حتى تندى هذاك الباذنجان كما قلت لكم، ومن بعد تغمدته بالفارينه وراني رايحه نقليه. كما قلت لكم حطيت شويه حميصه في هذيك الصلصه تاعنا. الحميصه هنا كانت طيبه 100% لانه الصلصه تاع الطماطم تاعنا ماهيش حطول في الطياب. على هذيك لازم الحميصه تاعنا تكون طيبه 100% وتعطي بنه رائعه. كي تزيدي الحميصه لهذيك الصلصه تاعكم فيها تعطي البنه وتخرج بنينه بزاف مع الباذنجان المقلي. هذيك
يتحمص، وفي نفس الوقت تزكي لك الطبق تاعك ويولي زاكي، وفي نفس الوقت فيه فوائد مليحه. كما كتشوفوا هنايا راني حطيت هذاك الباذنجان تاعي يتقلى هنايا، عسوه وخلوه حتى يتحمر مليح باش تقلبوه باش يعطيكم هذيك البنه الهايله تاع القليان. كما كتشوفوا هنايا راني نقلب فيه، شوفوا كيفاش خليته تحمر مليح مليح مليح. صدقوني مع تجربوا هاد الوصفه والله العظيم، غير صدقوني غير تخرج بزاف بنينه مع الرز عنده واحد البنه كي مع الباذنجان المقلي، سبحان الله. جربوها ورجعوا لي في التعاليق. كما راكم تشوفوا هنايا دوك بعد ما قلبت هذاك الباذنجان ونخليه يتحمر، نحيه ونحطه بجيه. هنايا راني هنايا كما راكم تشوفوا هنايا الصوص تاعي تقات لي شويه، لقيتها ثقيله، على هذيك راني زدت لها شويه تاع الماء. كما قلت لكم الصلصه تاعكم ما تخلوهاش بزاف. هنا راني حطيت الرز تاعي طيب، راهو طاب هنايا قلت لكم 90%. وشوفوا راهم فلفل الله يبارك. هنا نحطو في الصحن عفوا في الصينيه تاعي باش نحطوه في الفور. قلت لكم هنا كلش راهو طيب. هنا واللي حبت دير الرز تاعها ديروا نص طياب مثلا، صافي ديروا 50% تاع الطياب. واش دير الصلصه تاعها ديرها شويه ميها، علاه باش هذيك الصلصه هي اللي رايحه تزيد تطيب لها الرز تاعها داخل الفرن وما يبقاش خضر، وفي نفس الوقت ما يجيهاش يابس. انا هنايا درتها ثقيله لاني كلش تاعي راهو طايب. كما كتشوفوا هنا هذاك الباذنجان المقلي راني حنزيد نفرشو فوق هذاك الرز. هنا كاين طريقه واحده اخرى اللي حبيتو ديروها، تقدروا ديروا هذاك الباذنجان تفرغوه في الصلصه تاع الطماطم تاعكم وهي في النار، وتخلوه شويه دقائق يطيب مع ديك الصلصه باش يدي البنه تاعها، وتفرغوا كلش فوق الرز. وانما نفس الطريقه هذه الاولى ولا الثانيه كيف يعطوا نفس النتيجه. هنا كما كشتوني انايا حطيته سقمته درته في الفور، هذيك النتيجه بعد ما خرجته في الفور صدقوني بنه 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 ولا اروع. وهنا اللي حبت تزيد اي نوع تاع انغريديون، واللي حبيتي تزيدي، حبيتي تزيدي الدجاج، حبيتي تزيدي فيونداشي، حبيتي تزيدي الفرماج، حبيتي تزيدي اللي كان عندك زيديه، وصدقوني تزيد البنه بنه على بنه. وبهذه الطريقه ما فيها ولا مقادير زايده، وخرجت صدقوني روعه 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 في البنه. جربوها ورجعوا لي في التعليق عفوا. وبهذه الوصفه نقول لكم حبيباتي مع السلامه، مع الوصفات الجايه باذن الله. مع السلامه حبيباتي.